ما جونا بلغوا في عرب الجيجوي. ما ده قصة عجيبة ذاته، ما ده قصة عجيبة. عشان كده أنا ما أفتكر إن أنا حاجة واحدة بقى لي غريب إنه يعني المستلزمات بتاع الحريم ده بودوه ما عرفت أنا. كل العربات ده عنده مستلزمات بتاع حريم. ما انت يلا انا ده بديك معلومه، في الحقيقة ده عاده بودوه. في عاده قديمه جدا بتاع انه الولد لو ما يتزوج وخلاص دخل في حرب طاحنه ودار يموت، لازم يشم القمره يفتح القلبه ويدخل النخرته. هما ده عاده عندهم. هما بيشيلوا القلب المقفل ده ما بفتحوه الا يوم واحد انتحر خلاص جخموه ودار يموت، يعني بجر القلب وبفتحه وبشم القمره كده كانه يتزوج. فهمت؟ يعني هم دارين بيشموا عمره مش عمره، يعني بيشموا خمره هاي مش ده عمره. عاده عمره ده ما أو بطريق. بقول، لكن خمره هم انا عمره ده لا معنينا لا لا. الناس. ها انا الناس الخمره والعمره ده هم ده بس الناس عمره، الناس خمره صحيح. خلاص اللي جيناهم في فيافي بتاع كردفان ده لا شموا خمره ولا مش عمره. ده لحقناهم طوالي. ده بعد يعني ينزل انتوا يشوفوا جهنم اصلا بتاعهم انتوا وين ما يا برنامج شنو. جماعه انتوا لو لقيتوا بخور في عربيته انتظروا خليه يشموا بعدك ودوا يعني. يا جنرال ادم جنى ادم ده بيتلاقن يا علي. هسه انا قال محور الصحراء ومحور كردفان ده لقيته كيف. محور كردفان ده طبعا انت بالنسبه لك محور كردفان ده زي زول دخل اوتيل مش. بسكويت. انت بسكويت عارف بس كأنه يا تمشي حفلة وتجي. كأنه تمشي حفلة وتجي. يا بيبي يا بسكويت ادم بس. جنى يا بيبي يا جنرال علي ديما مساء الخير. على بيك وأكبر وكيف صحتك يا. ده انا ادم تمام جنى والله، انت ما اخبارك قال. شنو؟ عرفته. هسه بس فارقنا. هاي انت انا ذاك تفارقوا. فرقت منه ما عندي 10 دقيقة يا زلمة. ده زول خايدي وزلمة لابد نهني تمن على كله بعد دقيقة كله بس. يا حبيبي شفتها. انا داير نعرف حاجة واحد، انا داير نعرف حاجة واحد يا اخي. عندنا من طول الزمن عمرنا قاعدين في كله في هروب للهروب من 2003 للتاريخ اليوم. والله ما لقيت لي انا زول شايل له الشهاده ساقي بتاع حريم. لكن شيء عريف زي كلام جناب علي قال يعني انا لقيت تقريبا 40 عربيه او 50 عربيه اي واحد فيه علبه بتاع بخور او يعني في الحاجات بتاع يلا انت بتاع انا النساء. در نزلك يا دقيقه ادم دقيقه جنى، انت بالذات انا در نزلك السؤال ده. ادم جنى انت جنجويد ده انتوا ازمه مشتركه، انتوا شباب وهم شباب صح؟ انا ده نعرف بخور ده اللي لقيناه مرتين، لقيناه في معارك بتاع الجريش بخور ومعه حاجه ثانيه ما نقدر نذكر اسمه يعني. نعم. وانا كان دايرين نذكر انا رايته معه خارجات وغيره يعني ما عندي مشكله، لكن انا ما اقدر نذكر احتراما لكم انه انتم كقيادات وكناس دوله، لكن انا كمواطن صالح بذكر ما عندي مشكله. لكن لا ما في داعي تذكرها، هم عارفين ان نفوسهم براهم. ايوه لقينا حاجات ما كويسه في معركه الدريش، نفس الحاجات جت واجهتنا الان. كميه البقور ده معناه انه رجالنا كم ماتوا يا تربورو تعالوا، ولا معناه انهم طقوس هم بعملوه، ولا السر شنو الراجل ماشي هارب بيشيل معه بقور كنديكاي بدخلوا المقعد ده.